هو المصريين بيشربوا كام كوبايه لبن في اليوم؟ انا اقول لك، احنا بنشرب حوالي 2.5 مليار لتر لبن في السنه. يعني بحسبه بسيطه كده من جوجل المصريين بيشربوا 27 مليون و397 الف و260 كوبايه لبن في اليوم. ازاي بقى كميه اللبن اللي بنشربها دي؟ والمانجو ما يعملش حلقه عشان نعرف ايه احسن نوع لبن في مصر، وبالمره نجاوب على اسئله كتير قوي. نشتريه معلب ولا نجيبه فريش احسن؟ طب نجيبه بقري ولا الجاموسي احلى؟ طب اخر سؤال يا منجو، نجيب لبن عادي ولا خالي من اللاكتوز؟ انا شكلي ورطت نفسي في حوار كبير، فاعمل لك كوبايه شاي بلبن بقى وتعالى لي يا غالي، عشان احتمال تكون اخر كوبايه لبن من النوع اللي انت متعود عليه وتكتشف نوع تاني خالص. يبقى اللايك والشير بقى الواحد من ال 27 مليون واحد اللي بيشربوا لبن، ويلا نبدا بامر الله. يا مساء المانجا على كل المانجوز. معانا في الحلقه دي اكتر من 20 نوع لبن. هنبدا بالقسم الاول، قسم الالبان المعلبه او الالبان طويله الاجل. هنفهم ليه قدام طويله الاجل. جهينه مكتوب عليه ان هو فيه كالسيوم وفيتامينات وبدون لبن بودره. فكره بقى الالبان طويله الاجل او الالبان المعلبه ان هي بتكون معقمه، يعني بتتسخن على درجات حراره عاليه جدا عشان تقتل الميكروبات او الحاجات اللي ممكن تسبب امراض جوه اللبن، وده اللي بيخلي صلاحيتها 6 شهور بره الثلاجه. ده لونه، بسم الله. لسه محتاجين ندوق عشان نعرف الفروق بين الانواع. جهينه معروف عنه انه طعمه حلو، اللبن بتاعه مش تقيل قوي، وطعم الدسامه بتاعته مقبول. هندوق اللي بعده واللي بعده بعد كده نرجع نقيم. لامار حليب كامل الدسم بقى، مفيش الفله اللي اتشالت من جهينه. اللون تقريبا هو حس ان في سنه صفار كده، مش ابيض ناصع. بسم الله. اهو كده بدات تشعر. طعم اللبن في لامار اتقل وطعم اللبن احلى. اللي بعده من المعلومات المهمه بقى ان النوع ده من الالبان مجرد ما فتحت العلبه بتاعته صلاحيته في الثلاجه ما بين 3 ايام لاسبوع، فحاول تنجز بسرعه. المراعي كلهم مكتوب عليهم ان هم بدون اضافه مواد حافظه او لبن بودره، مع ان انا اللي عرفته بالبحث كده ان في بعض الاوقات بيحطوا لبن بودره خاصه في فصل الصيف. هتقول لي اشمعنى يا منجوج؟ هقول لك عشان البقر في الصيف الانتاج بتاعه المفروض ان هو بيكون اقل، فبيدوا ميكس لبن بودره نفس اللون ونفس الشكل تقريبا. بسم الله. دسامه اللبن وطعمه اقل من لامار ومقارب لجهينه. حلو يا مانجو، كده تقدر تبدا التقييم. كده نقدر ندي المراعي وجهينه 7 من 10 ولامار 8 من 10. بيتي حليب كامل الدسم وهو انتاج نفس شركه المراعي. افتكرت حاجه قلت اقولها لكم، فاكرين لما قلت لكم ان هم بيسخنوه على درجات حراره عاليه من 120 ل 150 درجه مئويه؟ في بعض الابحاث بتقول ان التسخين الزياده قوي ده بيفقد اللبن بعض العناصر المفيده او بعض العناصر الغذائيه والفيتامينات اللي فيه، وفي ابحاث ثانيه بتقول لك لا، البروتينات زي ما هي ونسب الدهون زي ما هي ونسب الكالسيوم زي ما هي. نرجع لبيتي. بسم الله. هو تقريبا نسخه من المراعي، نفس طعم السكر اللي موجود فيه ونفس الدسامه ونفس كل حاجه. اظن بيتي والمراعي في الهضم هيكونوا اصعب من الباقي شويه، وده عشان طعم السكر اللي موجود، بس انا هقول لك ليه قدام. بيتي 7 من 10. لبنيد كل المعلومات اللي مكتوبه على الانواع دي هي بالظبط. 3% دسم، ان هي معموله بتقنيه اليو اتش تي اللي هي فكره اللبن المعقم. اللون والقوام كله واحد. بسم الله. متميزين لبنيتا، طعم اللبن رايح للبن الطبيعي، تحس اللبن بخيره كده. لبنيتا طعما مختلف عن اللي فات كله، وده يخليه ياخد 9 من 10. عبور لاند. بسم الله. مش شايف ان في اي حاجه مميزه، طعم لبن عادي قريب جدا في الطعم من جهينه. عبور لاند 7 من 10. اريا او اريا، على فكره نوع الكرتون اللي بيتحط فيه النوع ده من الالبان هو اللي بيساعد برضه ان صلاحيتها تبقى 6 شهور، والنوع المشهور اسمه التترا باك. بسم الله. حس اللبن خفيف شويه، طعمه مقبول بس برضه فيه لذعه سكر زياده. فاريا برضك 7 من 10. هو صافيه لبن وحليب يا ايه؟ حليب يا قشطه. والمفاجاه اللي انا شايلها لك حبيبي المنجوجو ان حليب يا قشطه نفس انتاج شركه جهينه. يا جدع طب حاول تتوهنا شويه، عاملين برضه نفس الفله من فوق كده. تاكل حته من السوق يا جوجو؟ ماشي يا جوجو. بسم الله. ده بقى نسبة السكر فيه عالية قوي، أعلى من كل اللي فاتوا، تحسه طعم موديك على زبادي، ما كيفنيش حليب يا قشطة. 6 اوت اوف 10. كده فاضل معايا نوعين، بخير وما اشربش غيره وبالهنا. والأنواع دي بقى اللي هي بتكون محطوطة في كيس كده، والمفروض إن أنت بتجيب مقص وتقصها. هي تغليفها عذاب الصراحة، أجيب مقص وإكس. برضه إنتاج شركة جهينة. المشكله بقى ان انت بعد ما بتستخدمه لازم بقى تقعد تقفله من فوق كده، ولازم تخليه واقف كده. بسم الله. اللبن تقيل والدسامه فيه محترمه، وطعمه بالنسبه لي احلى من جهينه. يعني عارف بخيره ده لو حطوه في علبه هيعدي. بخيره 8 من 10. اخر نوع بالهنا، وعلى فكره هو انتاج شركه لبنيتا. لا المانجو مركز معاك هوبا. وانا هنا حاسس بحاجتين، اول حاجه لون اللبن مصفر اكتر من اللي فاتوا شويه، وحاسه خفيف شويه تقريبا، هنتاكد. بسم الله. لا طعمه غريب شويتين، مسكر قوي وطعم اللبن بعيد. بالهنا 5 من 10. تيجي بقى انقلك لليفل تاني، ليفل الالبان الطازه الفريش. وايه الفرق يا منجوجو بين الانواع دي والانواع اللي فاتت؟ صلاحيه اقل بكتير منها، وده لان الانواع دي مبستره مش معقمه. ما تبقاش محنك بقى يا مانجو. يعني ايه؟ يعني الانواع دي من اللبن بتتعرض لدرجات حراره عاليه بس اقل من الانواع اللي فاتت، والتغليف بتاعها ما بيبقاش في نفس العلب بتاعه الانواع التانيه، ما ينفعش تساب بره الثلاجه، وصلاحيتها ما بين 5 ايام ل 7 ايام. ذا ميلك مان لبن بقري مبستر كامل الدسم، الازازه بتاعته ازاز مش بلاستيك. لا هو محتاج يترج كويس قوي. احنا هنرجع دول. هم الصراحه ما قصروش، كاتبين لك من هنا شيك مي يرج جيدا ويحفظ في الثلاجه. واضح ان البياض بتاع الانواع الفريش دي اعلى من الانواع اللي هي طويله الاجل. وبقى مشكله الانواع دي ان الصلاحيه فيها او سوء التخزين ممكن يودي في حتت تانية خالص. انا مش عارف، هو في قطع كده
فمش عارف القطعه دي بقى هل اللبن باظ ولا دي قشطه، بس انا بصراحه قلقان اشرب. ممكن تكون المشكله مني انا، لان انا مش شاريه النهارده، انا شاريه من يومين. فانا عشان اكون امين معاكم مش هقدر اجرب ذا ميلك مان ده. احنا معانا نوع تاني من نفس الشركه في جزء تاني جاي، فخلينا نستبعده عشان ما نظلموش. مفازه لبن بقري طازه، نسبه الدهون فيه 3%، يعني اقل من ذا ميلك مان، والازازه بتاعته بلاستيك مش ازاز. ده لونه ابيض، تحس ان الصفار فيه مش عالي قوي. بسم الله. طعمه قريب من الانواع المعلبه، تحس ان فيه نسبه سكر واضحه، بس ريحه وطعم اللبن الفريش غالب. هناخد نوع تاني قبل ما نقيم. لبنيتا لبن بقري كامل الدسم، صلاحيته 14 يوم مش 7 ايام. حاطين من هنا زي سلوفانه كده، واظن السبب ان صلاحيته اعلى كده التغليف بتاعه او نوع الكرتون او نوع الازازه اللي محطوط فيها. بسم الله. نفس طعم اللبنيتا العادي، بس ريحه وطعم اللبن اعلى، وطعم السكر اللي موجود فيه اقل من مفازه. فكده نبدا نقيم. مفازه 7/10، لبنيتا 8/10. هيلسي الازازه بتاعته ازاز برضو، اللون بتاعه افتح والقوام بتاعه اتقل. بسم الله. لبن تقيل دسم فريش، ومش حاسس ان في حاجه داخله جواه مبوظه طعمه. هيلسي بالنسبه لي في مستوى لبني 8/10. مزارع دي صلاحيته 7 ايام، والازازه بتاعته بلاستيك. بسم الله. طعم ما فيهوش اختلاف كبير عن اللي احنا دقناه. 8/10. غريب ان في اللبن الطازه ده طعم تقريبا كل واحد ريفي. والمفاجاه اللي انا شايلها لك عزيزي المنجوجو انه نفس انتاج شركه ذا ميلك مان اللي احنا ما جربناهاش في الاول. عشان ما تزعلوش اديني براضيكوا اهو. صلاحيه الازازه دي 7 ايام، ولو اتفتحت يبقى 3 ايام. بسم الله. طعم اللبن وريحته فريش قوي، ما فيهوش طعم السكر اللي بيضايقني. فريفي برضو 8/10. يبقى كده في قسم الالبان الفريش تقريبا كل واحد، مفيش فروقات كبيره غير ان ازازه ازاز وازازه بلاستيك، فروقات في الاسعار، لكن الطعم ما بعدناش. كل اللي احنا جربناه بقى في الحلقه ده لبن بقري. طب هو يفرق حاجه عن اللبن الجاموسي؟ نظريا يفرق. اللبن الجاموسي نسبه الدهون فيه بتكون اعلى، نسبه البروتينات والعناصر الغذائيه كمان اعلى، ورغم ان نسبه الدهون كبيره فيه الا ان الكوليسترول الضار فيه اقل من اللبن البقري. بس خلي بالك اللبن الجاموسي اصعب في الهضم من اللبن البقري، لانه اكيد اتقل. مفازه لبن جاموسي. كان في نوع تاني بيعمل لبن جاموسي اللي هو الاصدقاء، بس ما عرفتش اوصله. نسبه الدسم اللي موجوده فيه 5.5%، وصلاحيته 5 ايام. ورينا يا مفازه. هنا بقى لون اللبن ابيض من الباقي كله، وده المعروف عن اللبن الجاموسي. بسم الله. قشطه قوي. اظن ده لو انت عامل كوبايه لبن ونسيتها شويه تلاقي وش القشطه عليها قد كده. لبن تقيل ودسم، ولبن طعمه مختلف عن كل الانواع اللي فاتت. فمفازه اللبن الجاموسي 9/10. بس خلي بالك الناس اللي عندها حساسيه من اللاكتوز او عندها مشاكل في الهضم، اللبن ده هيكون صعب قوي معاهم. بس هو ايه اللاكتوز ده اصلا؟ اللاكتوز هو نوع من انواع السكر اللي بيكون موجود في اللبن، وبعض الناس بيكون عندها صعوبه في هضمه. طب ازاي نخليه خالي من اللاكتوز؟ بيضيفوا عليه انزيم اسمه اللاكتيز او اللاكتيز، والانزيم ده بيقوم بتحليل اللاكتوز، فبالتالي يسهل هضمه على المعده. معانا 4 انواع خاليين من اللاكتوز. لامار 1 لتر خالي من اللاكتوز، هم كاتبين ان هو محتفظ بنفس القيم الغذائيه، بس مع عدم وجود اللاكتوز فهو اخف على المعده. تعالوا نشوف بقى في فرق في الطعم ولا لا. ده لونه، اللون تقريبا هو سنه الصفار اللي موجوده دي. بسم الله. نفس طعم لبن لامار، بس حاسس بطعم سكر اعلى من الطبيعي، ففي الغالب انزيم اللاكتيز ده بيخلي طعمه مسكر. بس اظن لو انت دخلته في شاي بلبن او في حاجه مش هتحس ان في فرق كبير. جهينه كامل الدسم خالي من اللاكتوز، ممكن تفتحه في الاتجاهين يمين وشمال وبتاع. هم كاتبين لك ان هو غطا جديد وسهل الفتح عشان ما فيهوش الحته الفله اللي بتشيلها دي، هم حاطينها من هنا اهو، انت مجرد ما بتلف بتقوم هي طالعه. بسم الله. طعم السكر في جهينه اعلى من الاعلى، اظن ده نحس بفرق في اللبن. ولو هنبدا التقييم فطعم لامار الخالي من اللاكتوز عجبني اكتر من جهينه، بس بصراحه الاثنين بالنسبه لي مش افضل حاجه. اللبن الطبيعي طعمه احلى، لكن احنا هنا بنتكلم لو حد عنده مشكله او حد عايز يشرب لبن ويكون اخف عليه، فلامار 7/10، جهينه 6/10. النوع الثالث ذا ميلك مان خالي من اللاكتوز. غالب في التغليف بتاع الخالي من اللاكتوز ده اللون الاصفر. ما لحقتش اسيرش ليه، انا لسه واخد بالي دلوقتي. اللي عارف بقى ممكن يكتب لي في الكومنت. في حاجه عايز اقولها كمان، الخالي من اللاكتوز في ريحه كده غريبه شويه، مش عارف اوصفها، بس هي ريحه مش عاديه، مش ريحه لبن. بسم الله. تحس طعمه دسم سنه زياده، لكن فكره السكر والطعم تقريبا زي لامار بالظبط. 7/10. والنوع الاخير في الخالي من اللاكتوز والنوع الاخير في الحلقه لبنيتا. لبنيتا وذا ميلك مان هم طبعا لبن فريش. لامار وجهينه لبن اللي هو صلاحيته بتبقى 6 شهور او اللي هو طويل الاجل، بنفس الفكره اللي احنا حكيناها في الاول. صلاحيه لبنيتا 14 يوم. هنا حاسس ان اللبن اتقل وافتح شويه. بسم الله. طب بص بقى، خلينا متفقين على حاجه، لو الانجريدينتس او المكونات اللي في لبنيتا حقيقيه وهو فعلا خالي من اللاكتوز، فده اقرب طعم للبن العادي. نسبه السكر فيه مش عاليه، طعم اللبن فريش وحقيقي، مش حاسس بفرق كبير بينه وبين اللبن العادي. فلبنيتا الخالي من اللاكتوز 8/10. يعني هروح بقى اريح شويه وارجع لكم برشامه الحلقه. بص بقى الخلاصه، بالنسبه للبن طويل الاجل او اللي هو صلاحيته بتكون 6 شهور، ترشيحاتي ليه هتكون لامار ولبنيتا. اما اللبن الفريش او الطازه هيلسي ومزارع دينا ولبنيتا وريفي، الاربعه تقريبا زي بعض بالظبط، هنختار الارخص ونجيب. ولو انت خيرتني ما بين فكره اللبن
اللبن طويل الاجل واللبن الفريش، اكيد هروح للفريش، بس نركز ان احنا نحطه في الثلاجه بسرعه ونركز ان مفيش سوء تخزين. طيب اللبن الجاموسي طعمه غني وقيم غذائيه عاليه بس تقيل جدا، والنوع الوحيد اللي كان موجود معايا هو مفاز. الناس اللي عندها حساسيه من اللاكتوز احسن نوع عجبني فيهم هو لبنيت، وده ملخص اللبن في مصر بالنسبه للمانجو. وبس كده، انا شخصيا طلعت من الحلقه دي بنوع لبن جديد غير اللي انا متعود عليه. شير بقى الحلقه لاي حد في حياتك بيشرب لبن، يمكن تفيده بمعلومه او تفيده بنوع جديد ممكن يجربه. واللايك والفولو والسبسكرايب عشان نشوف الفيديوهات الجديده من احمد مانجو. واخيرا وانا ضميري مستريح لكل المانجوز، سي يو.